السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد بما يخص النادي الأهلي وكمان مباراة النادي الأهلي أمام الشرقية إنبي في أولى جولات الدوري المصري في غدا بإذن الله الساعة 8. ولكن من شوية طلع قرار يكيف، قرار يمتع، قرار المفروض احنا الأهلي وحشوا قرارات من النوع ده من فترة كبيرة. إيه هو القرار؟ انه الحسين عموته اعلن قائمه اللاعبين اللي هتبقى موجوده معاه في مباراه الشرقيه انبي. مش موجود منهم طبعا احسن لاعب في مصر، احسن لاعب في افريقيا وي والكلام ده، واحنا برضه بننفخ اللعيبه وبننفخ الاعلام بينفخ امام عاشور. ولكن الحقيقه ان امام لو شلته من الاهلي مش هيبقى ولا حاجه. امام مع الزمالك ما كانش موجود، ما جابش نص الفورمه اللي لعبها مع النادي الاهلي. ولكن امام عاشور انا بشوف ان غلطات متعاقبه هي اللي سببت الازمات دي. اولا قررت ان انت تكمل وتستمر مع لاعب امام عاشور بعد عدم سفره معاك انه يلعب مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت كنت باشد الاحتياج لامام عاشور. دلعته، خليته يتمرن شويه مع الناشئين اسبوعين ثم رجعته. ولكن لو كنت خدت قرار زي ما فاكر الكابتن حسام غالي لما اتعصب ورمى شارة الكابتن وحرمته من الشارة، شايف القرار كان قد ايه على قاسي على واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، واللي حسام غالي كان بيلعب بروحه وبقلبه مع النادي الاهلي، وانت حرمته من شارة القيادة. فين القرارات اللي شبه دي؟ فين القرارات اللي حازمه من اداره النادي الاهلي اتجاه لاعبينه؟ حسام لو خدت قرار من البدايه يا امام انت عايز تكون معانا، الغي التعاقد مع ادم وطني، علشان خاطر ادم وطني ده هيوديك في سكه مش حلوه زي ما كان ودى وسام ابو علي الى امريكا. بوقت انا كاهلي كنت محتاج وسام جدا في المرحله دي، هو كمان هيوديك في حته مش حلوه. لو انت بتثق في النادي الاهلي ومجلس ادارته يا امام، فلا بد ان انت تفسخ التعاقد مع ادم وطني. طب ادم وطني على قلبك زي العسل يا عم امام، يبقى انتوا الاثنين اشبعوا ببعض. النادي الاهلي عمره ما بيقف لحد، والله يا امام النادي الاهلي عمره ما بيقف لحد، وجمهور النادي الاهلي اكتر ناس عارفه يقين من ده. وربنا ما هيجي لنا اغلى من ابو تريكه وبركات وعماد متعب والناس دي، مش هيجي لنا اغلى من الخطيب. النادي الاهلي فضل مكمل يا حبيبي، والنادي الاهلي خد بطولات افريقيا ولعب كاس عالم وخد برونزيات ولعب مع برشلونه مؤخرا. فاسم الاهلي لوحده يكفي ان انت تكون في مكانه كبيره. الخلاصه قصه امام، هتتدلع يا امام هتكون بره النادي الاهلي. ولو هتتدلع بالمنظر ده اتمنى ان الحسين عموته ما يلعبش امام في مباريات، اي مباراه الدوري المصري، غير لما يحس ان هو لاعب راجل، لاعب مسؤول وقافل ودانه علشان خاطر ان هو يركز مع النادي الاهلي في بطوله الدوري المصري. سريعا، الاهلي وانبي بكره، او الاهلي والشرقيه انبي بالمسمى الحديث، هي مباراه فتح النفس، مباراه بجد هي هتبقى فتحه الشهيه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. لان النادي الاهلي السنه اللي فاتت حرفيا كان وصلك لمرحله اللي انت خلاص فقدت الثقه، فقدت الشغف، فقدت كل حاجه، فقدت المتابعه للنادي اللي انت بتشجعه بقالك سنين. ولكن المباراه بكره فوز يرجع الشهيه تاني، يرجع الامان تاني، يخليك مطمن، يخليك واثق في لعيبتك، يخليك. فرساله يا رجاله النادي الاهلي، كل واحد لابس التيشيرت الاحمر هو ليه كل الدعم من كل جمهور الاهلاوي. انت خليك واثق ان انت وراك شعب مش جمهور، انت النادي الوحيد اللي وراك شعب بيشجعك يا اهلي. ولاعيبه النادي الاهلي لابد من ان هي تحافظ على ده وتحافظ على مكانتهم مع جمهور النادي الاهلي. وباذن الله ولاعيبه النادي الاهلي لازم تحافظ على مكانها داخل الملعب، لازم تحافظ على ان هي تفضل موجوده في ارضيه الملعب. كل لاعب ياخد دقيقه يقتل نفسه
يموت نفسه من اجل الجمهور اللي انتم كنتوا سبب في حزنه، في زعله الموسم اللي فات. كل التوفيق للنادي الاهلي في الموسم الجديد، وباذن الله انا متفائل بالحسين عموته لانه مدرب ان شاء الله ان شاء الله هيعمل معانا الفارق زي موسيماني بالظبط. زي شفتوا موسيماني والانتقادات اللي مجلس الاداره خدها برئاسه الكابتن محمود الخطيب، طلع عندي قبل موسيماني ومدرب افريقي، والنادي الاهلي من امتى بيدربوا افريقي؟ شفتوا موسيماني عمل ايه النجاحات، برغم ان هو عنده مشاكل ولكن نجاحاته كانت كبيره مع موسيماني. وانا واثق جدا في الحسين عموته ان هو هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي وجمهوره. في مسك الختام، سلام.